شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. رجعنا وياكم فيديو جديد. راح نسوي انا وياكم اليوم تفريزات مال رمضان او التجهيزات اللي نحتاجها برمضان. راح اسوي انا وياكم بورك. جبت هاي العجينة الجاهزة، وهاي هنا سويت حشوة اللي هو لحم ومعدنوس، وهاي هنا سويت خلطة مال ماي وطحين على مود بس اسد بيها العجينة مال البورة. ابقوا وياي. هسه راح ادي الفها. بسم الله الرحمن الرحيم. اخلي الحشوة وراح اسدها بهاي اللي سويتها اني. راح اكملهم. ابقوا وياي. انا هسه لفيته البورة كليته. بقيت بس قطعتين من العجين، يعني من الكيس الكامل كليته. هو هذا كان نص كيلو لحم مفروم وباقة واحدة معدنوس. هسه راح اعبيه بالاكياس اللي مكبوسة. هذول الاكياس المكبوسة هذا شكلهم يصير هيجي من هنا. نقدر نكبسه ونخلي بيه. وهنا سويت كوبة حلب. هاي هنا سويتها وكنت مجمدتهم بالغريز. هسه هنا راح اعبيهم هنا بهذول الاكياس. وهنا ثرامة شلغم، يعني اذا واحد يريد يسوي حامص شلغم زين، لانه هو موسمه راح يخلص، راح يجي موسم الصيف فهو ماكو. فهمينا سويت هاي مال تقريبا 3 طبخات. همين راح افرزهم. وهذا هنا سوينا عصير مال تمر هند. هم هنا نقعته وهمين راح اعوفه لحد ما كليته يذوب، وبعدين اعصره واصفيه. هاي هنا عصرته للتمر هند وصفيته. هسه راح ابدي اعبيه هنا. هاي هنا عندي بطالة فارغة، هذا المحقان راح ابدي اصبه بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاي هسه راح نسوي عصير مال نمبصرة. هاي هنا نمبصرة شكشكتهم. هسه راح اضيف عليهم مي حار واتركهم. وهذول هنا العصاير اللي سويتهم قدامكم. خبطتهم، يعني عصرتهم وصفيتهم بالمصفي وفرغتهم هنا بالبطالة. هذا هنا تمر هند. هذا هنا نومي بصرة زين، طبعا خفيف لانه راكد كليته لي جوا، فما خليت لهم شكر. بعدين يعني برمضان منه اطلع من واحد من اريد استعمله اخلي بيه الشكر. هسه راح اخلي هذول بالاكياس. وصلنا لنهاية الفيديو. وهذه تفريزاتنا مال رمضان: كوبة الحلب والشلغم والبورك وعصير التمر هند ونومي بصرة. وانتظرونا فيديوهات جديدة. مع السلامة.